في حلقتنا هنتكلم عن ظاهرة الإسلاموفوبيا، وهنعرف فيها يعني إيه إسلاموفوبيا وإيه الأساس اللي بتستند عليه وأسبابه. كلمة إسلاموفوبيا معناها حرفيا الخوف الجماعي المرضي من الإسلام والمسلمين، وده يعتبر نوع من العنصرية ضد الإسلام والمسلمين، لأنه بيقوم على جملة من الأفعال والمشاعر والأفكار المعادية للإسلام والمسلمين من غير الاستناد على معلومة كاملة وكافية عن الإسلام والمسلمين. بالإضافة لأن كلمة فوبيا معناها الخوف والرهاب غير العقلاني من شيء بدرجة تتجاوز خطر الشيء اللي خايف منه في الحقيقة. والخوف ده ممكن انه يكون مضلل، لان في سؤال مهم لابد من طرحه لمعرفة حقيقة الخوف والرهاب من الإسلام، واللي هو هل الخوف ده نابع عن تجربة خاضوها مع مسلمين أم إنها ناتجة عن ما تبثه الآلة الإعلامية؟ لأن في ملايين من الناس ما التقوش في حياتهم مع مسلم، ومع ذلك عندهم صورة خاطئة عن الإسلام والمسلمين باعتقادهم بأن المسلمين متعطشين للدم لترسيخ معتقداتهم المتعصبة، وأن المسلمين بيقطعوا الرؤوس من غير ما يروح فيهم جفن، وأنهم بيتصرفوا زي الوحوش وبيقصفوا هنا وهناك بوحشية وبيتسببوا في قتل المدنيين والأبرياء. والصورة السلبية عن المسلمين والإسلام بيتم الترويج لها عن طريق الأخبار الكاذبة، واللي بدورها بتكون صورة سطحية عن الإسلام والمسلمين. والصورة اللي بيتم تكوينها عن الإسلام والمسلمين بتكون أبعد ما يكون عن الحقيقة، إلا أنها للأسف كافية أنها تولد الخوف والرهاب من الإسلام والمسلمين. والمطلوب لإزالة الرهاب ده هو الوعي وإيصال الحقيقة للغرب عن الإسلام وأهدافه وتصوراته وعقيدة الإسلام السمحة وقدرته على التعايش مع الثقافات المختلفة على مر الزمن. وعلى فكرة أول ضحية الإسلاموفوبيا مش المسلم أو العربي اللي بيتعرض للاعتداء، ولكنه الشخص اللي بيقوم بالاعتداء لأنه محروم من معرفة رسالة الإسلام وما يعرفش عنها شيء، وبالتالي بيقع في رسالة التعصب والخوف غير المبرر من الإسلام والمسلمين اللي بتبث ليه مراكز أبحاث ومؤسسات إعلامية غربية. وأول مرة تم استخدام مصطلح الإسلاموفوبيا كان في بداية القرن العشرين، لما استخدموا علماء اجتماع فرنسيين في وصفهم لرد فعل جزء من الإداريين الفرنسيين في فترات الاستعمار الفرنسي، لأن الإداريين الفرنسيين في فترات الاستعمار الفرنسي كانوا رافضين التعامل مع المجتمعات الإسلامية، وكان عندهم معاداة تجاههم، رغم أنه كان مطلوب منهم أنهم يتعايشوا ويندمجوا معاهم، بحكم أن البلاد الإسلامية أيام الاستعمار الفرنسي كانت واقعة تحت إدارتهم. ومعاداة ورفض الإداريين الفرنسيين التعامل مع المجتمعات المسلمة أيام الاستعمار الفرنسي كانت راجعة في الحقيقة بالدرجة الأولى للعنصرية، بالإضافة لأسباب ثقافية ونفسية مصدرها الخطاب الاستعماري اللي كان جاهل عن معرفة المزيد عن الإسلام والمسلمين. وفي رأي تاني بيقول إن مفهوم الإسلاموفوبيا بدأ استخدامه من بعد الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، واللي من بعدها تم فرض الحجاب على السيدات، وأي حالة رفض لارتداء الحجاب كان بيتم وصف صاحبها بأنه معادي للإسلام. وفي رأي تاني بيقول إنه من بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية، واللي تبناها تنظيم القاعدة، واللي على أثرها تم احتلال أفغانستان ومن بعدها العراق، رجعت من تاني إشكالية المواجهة بين الإسلام والغرب، واللي بيشير لها عدد من المفكرين الغربيين المتصهينين، واللي قالوا بأن الإسلام وأنصاره هيبرزوا باعتبارهم عدو الغرب الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وبالتالي من بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ظهر خطاب سياسي يميني متطرف سعى باستمرار لاستثمار الوضع المترتب من بعد أحداث 11 سبتمبر، والخطاب السياسي ده كان بيتميز بمعاداته للإسلام والمسلمين، وعليه نشأ شعور عنصري معادي للإسلام والمسلمين والعرب، دعم الجهل عن الإسلام عند فئات واسعة من المجتمعات الغربية، بالإضافة لخطاب محرض من وسائل الإعلام الغربية. وكل الأحزاب اليمينية المتشددة سعت إنها تستثمر المناخ اللي كان سائد من بعد هجمات 11 سبتمبر لتكريس الخوف من الإسلام والمسلمين وتوظيفه لغاياتهم الانتخابية، وده اللي وفر لهم صوت مسموع استخدموا فيه شعارات ضد الإسلام والمسلمين زي أسلمت أوروبا والتهديد الإسلامي الخفي وغيرها من الشعارات. وبسبب خطابات الأحزاب اليمينية المتطرفة ضد الإسلام والمسلمين زادت الأعمال العدائية ضد المسلمين والعرب في الغرب، واللي تمثلت في الاعتداء على المساجد والمقابر الخاصة بالمسلمين في أكثر من مناسبة، بالإضافة لاعتداء مجموعات من شباب اليمين المتطرف بشكل منظم ومنهجي على المسلمين في شوارع المدن الأوروبية. والأزمة المالية العالمية اللي حصلت في 2007 زودت من موجة الكراهية ضد المسلمين، وأصبح اليمين المتطرف بيروج لفكرة ظالمة مفادها أن الهجرات القادمة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط للغرب هي سبب الأزمة المالية العالمية، بحجة أن المهاجرين بيزاحموا الأوروبيين الأصليين في الحصول على فرص، وبيكلفوا الميزانية العمومية نفقات باهظة في الوقت اللي بيبنوا فيه مستقبلهم في بلادهم الأصلية عن طريق استثمارهم ما يجنونه من أموال في بلادهم. ومع موجات اللجوء الكبيرة من سوريا والعراق ودول آسيوية للغرب في 2016 زاد خطاب الكراهية من جديد، لدرجة أن عدد من الدول الغربية أغلقت حدودها مع اليونان ودول البلقان كإجراء ضد عمليات اللجوء الكبيرة لأوروبا.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر البلاد اللي بتشهد جرائم الكراهية ضد المسلمين، لدرجة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قال في مايو 2017 أن حالات الاعتداء على المسلمين وصلت ل 67% سنة 2015، بالإضافة لدراسة أجراها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، واللي توصل فيها إلى أن عدد الاعتداءات على المسلمين في 2016 تجاوزت ال 2000 حالة اعتداء. وظاهرة الإسلاموفوبيا انتشرت بشكل كبير في البلاد الأوروبية، لدرجة أن أخبار الاعتداء على المسلمين والعرب أصبحنا بنسمع عنها في كل العواصم الأوروبية. فمثلا في العاصمة البريطانية لندن حصلت فيها حالة اعتداء في 2017 على امرأة محجبة تم إنزالها من أتوبيس مواصلات عام بعد ما تم الاعتداء عليها بالضرب وإزالة حجابها. وفي فرنسا جمعية مكافحة الإسلاموفوبيا قالت إنه في 2016 حصلت 419 جريمة تمييز ضد المسلمين، و39 جريمة مضايقة وتحرش، و25 هجوم، و98 حادثة خطاب يحض على الكراهية، بالإضافة للاعتداء على المباني الدينية الخاصة بالمسلمين. وفي 2017 وبالتحديد في بلدة هيتام بومنت الفرنسية تم الاعتداء على امرأة كانت جالسة مع طفلها في حديقة عامة بالضرب وإزالة حجابها، بالإضافة لحادثة هجوم متطرف من شخص فرنسي على منزل فرنسي مسلم وقيامه بطعنه ب 17 طعنة أمام زوجته. وفي النمسا سجلت أحداث الاعتداءات النابعة عن كراهية الإسلام والمسلمين زيادة بنسبة 65%، يتعرض فيها المسلمين للاعتداءات بدرجة أثرت على حياتهم اليومية. واللي هيركز مع عمليات الاعتداء على المسلمين والعرب في الغرب هيلاحظ انها مش ممكن تكون احداث فرديه، لان اعمال الاعتداءات وصلت ل 65%. ويعتبر قرار محكمه العدل الاوروبيه بمنعها ارتداء الحجاب في اماكن العمل الارضيه اللي مهدت لزياده نسبه الاعمال المعاديه للاسلام والمسلمين. ودي كانت اهم ما يجب ان تعرفوا عن الاسلاموفوبيا. ولحد هنا انتهت الحلقه، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.